السلام عليكم عزيزي المشاهد. قبل ما تسمع الفيديو ده، اولا هتحس ان انا بجري بتهته في حاجه مش مظبوطه في الكلام، فاعذرني عن ده. لان انت بص اللقطه دي، انا حاولت ان انا اسجل لك الفيديو ده بدل المره مرتين ثلاثه قبل كده، وللاسف في كل مره بتحصل عوامل غصب عني ما بقدرش اكمل الفيديو. فالمره دي انا حاولت اجري بالفيديو واسجله لك علشان بس اقول لك ايه اللي حصل وليه انا كنت غايب، وايه اللي هيحصل في الايام الجايه ان شاء الله. فايه اللي خلاني اغيب كل ده؟ ناس منكم او الاكتريه منكم اللي على الانستجرام وكده عارفين، واللي على الفيسبوك عارفين انا ليه كنت غايب. طيب للي مش هناك وما يعرفش انا كنت غايب ليه واستطول الغياب، عزيزي أنا فقدت أغلى صديق في حياتي. مش أغلى، أجدع صديق في حياتي، اللي عودني إن لا خوف من الحياة مادام هو موجود. أنا فقدت أبويا. فليتك لو بقيت لضعف حالي وكان الناس كلهم فداك، يعز علي حين أدير عيني أفتش في مكانك لا أراك. فيا صديقي، مهما هقول ومهما هحكي ومهما هقعد اوصف في مدى الوجع ومدى مش هعرف اقول لك ده كان ايه بالنسبه لي. لان حرفيا انا مات صديقي، مات اخويا الكبير واخويا الصغير، مات ابويا. ان شاء الله ان شاء الله في جنه الرحمن. بدعي له يرحمه ربنا ويغفر له ويحاكمه برحمته مش بعدله. 15 سنة مؤذن، 15 سنة بيأذن وبيصلي فرض ربنا في المسجد. أتمنى يا رب يكون ده سبب من أسباب وجوده في الجنة. أتمنى ربنا يشفع فيه القرآن، يشفع فيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فده كان سبب غيابي. وعارف إن في حد منكم بعتلي على الانستجرام قال لي في يوتيوبر اسمه كذا كذا والده توفى وبعدها ب5 أيام نزل فيديوهات وعادي. ده اللي أنا قلته لك في الأول، بس أنت ما خدتش بالك منه يا صديقي، لأن ده والده توفى. أنا بقول لك والدي وأخويا الكبير وأخويا الصغير وأهلي وصديقي العزيز. فلا يعني 4 شهور اللي أنا غبتهم عنك دول قد يكونوا لا شيء، وصدقني ما غيروش جوايا أي شيء غير إن أنا ممكن أكون قادر دلوقتي هقف قدام الكاميرا وهبتدي أنزل لك فيديوهات. يوم ما أبويا اتحجز في المستشفى جالي تليفون، والدك تعبان ورايح يكشف. هو كان في بني سويف وانا هنا في القاهره. فطيب ماشي طمنوني. بعدها بشويه والدك اتحجز. التليفونين دول جولي وانا الاول جالي وانا بالظبط بسحب الكارت الميموري من الكاميرا ورايح امنتج الفيديو. التليفون التاني اكد لي ان والدي اتحجز وانا خلاص يعني ايه الملفات بيتم نقلها. قفلت الكمبيوتر ومن يومها. فالفيديو اللي كان متمنتج ده ان شاء الله هينزل لك يعني ممكن بعد ده بيوم او 2، او هكتب لك هنا هو المفروض الفيديو التاني ينزل امتى، لاني مش عارف اصلا هقدر امنتج ده امتى ومنتج. المهم اعذرني على الغياب. ادعي لابويا بالرحمه. انا بشكر كل الناس اللي دخلت عزتني وكل الناس اللي كانت بتدعي له اثناء التعب. بشكركم جدا والله والله مقدركم فوق راسي وعلى عيني غيابي عنكم. بس هو الفراق وحش، فراق ربنا يرحمه. ادعوا له يا جماعه ربنا يرحمه ويريح قلبنا من ناحيه فراقه لغايه ما نقابله. مش عارف اتكلم، الكلام في حاجه زي كده صعبه لاول مره تقريبا. وانت عارف يا صديقي يلي بتتفرج اني معاك هنا تقريبا من 2018 للمره الاولى بحكي لك عن حاجه حصلت في بيتي. بس وجودكم جنبي والرسائل والدعم اللي انتوا بعتوه اثبت لي ان انتوا كمان جزء من بيتي. ابويا الله يرحمه كان بيحبكم طبعا. هتستغرب يعني ايه بيحبنا؟ والله والله يا صديقي كان بيحبك. كان اي تعليق منكم اللي هو مثلا والله ربنا يبارك في اللي رباك، ربنا يبارك لك في ابوك وامك اللي مش عارف يعني جابوا لنا احمد عبود، كل تعليق من دول انا كنت باجي واخد التليفون واروح لابويا اقول له بص الناس بتقول، بص ده بيقول اللهم بارك في والدك ومش عارف ايه والكلام ده. فكان بيفرح بالتعليقات دي، فكان بيحبك يا صديقي. فاتمنى ان انت تدعي له بالرحمه. بس ده فيديو حزين ما ينفعش نهزر مع دبان. فعزيزي اشوفك قريب ان شاء الله. ما تنسانيش عشان انا مش ناسيك. سلام.